عسلامة، مرحبا بكم في كوجيت حنونة. ان شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي. اليوم باش نعملوا مع بعضنا كيك شوكولا ونوت كوكو، رسالة سهلة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نتعداو للمقادير. بالنسبة للوصفة هذه باش نستحقوا 3 بيضات، 150 جرام سكر، تنجموا تنقصوا زادة شوية في السكر اللي يحب، تقريبا 180 جرام فرينة، عنا زادة هنا نوات كوكو 100 جرام، 50 جرام بودرة كاكاو، 70 مليلتر زيت نباتي، مغرفتين بيبير دو شوكولا للزينة، وبطبيعة ساشي خميرة. وهنا زادة نسيت موريتكمش الحليب باش نسحقوا زادة الحليب. نتعداو للطريقة كيما ريتو. دونك باش نحطوا البيض وباش نضيفوا عليه السكر، نخلطوا المكونات مع بعضهم بالكدا. وتو باش نضيفوا كمية الزيت اللي عنا. دونك باش نبداو بالسوائل. قلنا 70 مليلتر زيت، هنا اخترت زيت نباتي. في مرحلة ثانية باش نزيد الحليب، هنا 170 مليلتر حليب. نركضوا المكونات الكل مع بعضها، نزيدوا الفرينة ونخلطوا بالكدا المكونات الكل مع بعضها. هنا زدنا 100 جرام نوت كوكو. بالنسبة للعباد اللي ما تحبش نوت كوكو، نتصور حتى باللوز ولا بالبفريوة زادة تنجح على الاخر، اما ننصحكم تجربوها بالنوت كوكو، ياسر بنينة راهو. باش نزيدوا البودرة دو كاكاو. بطبيعة البودرة دو كاكاو تكون ما فيهاش سكر. نبداو نخلطوا بشوية ومن بعد نسرعوا في الماكينة، ولا خذوا شوية من لاباري خلطوها بالبودرة دو كاكاو. هنا متبقى كي باش نزيدوا الخميرة اخر حاجة، وهكا يكون الخليط جاهز. ناخذوا البلاتو. هنا حطيت فيه شوية زيت باش ما تلصقش الخبزة. تنجموا زادة تحطوا شوية زبدة وفرينة. المفيد تغلفوه مليح بالزيت ولا بالزبدة كما تحبوا، وما تنسووش تسخنوا الفور تقريبا 170-180 درجة. نزيدو نشخشخوا الخبيزة بلي بيبي دو شوكولا. ديما الحاجة اللي فيها شوكولا يشيخوا عليها صغار والكبار زادة، وهكا نكونوا تحصلنا على خبيزة جاتو للمشة ولا مع قهوة زادة العشية. خليتها تدفى شوية بعد ما طابت ومن بعد اقلبتها. هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يا ربي الوصفة تعجبكم وتجربوها، وما تبقى لي نقول لكم دمتم بخير، والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.